فما أغنية تغنيها صليحة كل ما نسمعها نبداو نتميلوا من الطرب والفن في الزمن الجميل. لكن أنا شخصيا ما كنتش نعرف اللي هي كانت تحكي على دراما ومأساة من تاريخ تونس، وين تقتلوا فيها عباد وتشردت فيها عائلات، زمن النكبة الكبيرة وشتات أهل وسلات. على الزابة نفكرتي شرديتي مع العزابة. الأغنية والكلمات كتبوا في القرن 18 على أغلب الظن، ويمكن كتبتها امرأة كانت تبكي على بنتها، عبرت عليها بكلمة بكرتي اللي مشيت مع العزابة أو العزاب اللي هما الصعاليك وقطاع الطرق اللي كانوا يخطفوا في الصغار والبنات ويتاجروا فيهم بعد اجتياح البي لجبل وسلات. فما شكون يقول انه العزابة هم الفقهاء على المذهب الإباضي اللي كان منتشر في الجبل ومعروف عليهم الورع والتقوى، وكانوا يسافروا خدمة للدين. خشت بلاد الشيح والقطابة. الشيح نبتة طبية معروفة، والقطابة يسميوها زادة قطابة الأجراح، وهي نبتة طبية يستعملوها في معالجة الجروح. بعد تقول يا سيقين البل يا جمالة، تونس جديدة والعرب رجالة. والبيت هذا يتحرف لأنه في البيت الأصلي تقول تونس بعيدة والعرب قتالة. تونس بعيدة كمركز، بعيدة على الأرياف ومشاكلهم، والعرب قتالة ربما إشارة للقبائل العربية اللي نسحت على تونس كما بني هلال واللي تحالفوا مع البي وساهموا في تقتيل أهل الجبل. وفي الكلمات الأصلية للقصيدة نلقاو كلمات أخرين: ها تونس الخضراء يا مسمية، تونس بعيدة والعرب قطعية. إن شاء الله نكون نطق بالصحيح. ها جبل الأزرق يا جبل والدتي، يا ليت عقرت ولا جابتني، يا جبل وسلات وسع بالك، اللي جرى للحامة يجرى لك. وهذه إشارة للمأساة اللي صارت لمدينة الحامة من حرق وتقتيل بعد ثورتهم على البي. لك اللطف ايش فما هذا الكل ايش صار؟ جبل وسلات هي منطقة جبلية في شمال ولاية القيروان، مساحتها تقريبا 15 كيلومتر على 9 كيلومترات، وكانت تشكل ثاني أكبر تجمع سكاني في تونس في القرن 18 بعد تونس العاصمة، بحدود 40 ألف ساكن في الوقت هذاك، موزعين على 100 بلدة ودشرة، وكانوا يسميوه جبل العز لما فيه من خيرات من أشجار مثمرة وزيتون وإنتاج عسل. وكانت مساكنهم تشبه بعشاش النسور لصعوبة الوصول إليها. جويليا 1762 وكانت ليلة عيد، نعم ليلة العيد الكبير. البي علي الثاني ابن الحسين ابن علي مؤسس الدولة الحسينية يقتحم جبل وسلات بعد حصار دام 3 سنوات من الترويع والتجويع، مسنودا بعدة قبائل أخرى، ويشرع في الثأر من سكان الجبل، قتل وترويع وسلب ممتلكات، ويحلف بمين انه الجبل هذا ما عاد يسكن فيه حتى حد، والى يوم الناس هذا ما عاد رجع يسكن فيه حتى حد. يهبط السكان الكل ويخرجهم من منازلهم ويشتتهم. اللي منعم الموت يلقى روحه متشرد مع عائلته في أرض الله الواسعة، لكن الأرض هذه ضاقت من كثر قطاع الطرق والقبائل المعادية اللي كانت تستنى فيهم، باش زادت سلبت لهم أملاكهم وأبنائهم. وهكا يلقاو روحهم في قلب شهر جويلية وفي قلب السخانة بلا مأوى بلا زاد وبلا ماء. برشا منهم ماتوا في الطريق، واللي كملوا طريقهم كملوا للساحل وزغوان والكاف وحتى الجزائر. الناس اللي قبض عليهم البي هزوهم للعاصمة في سلاسل من حديد وخليهم يدوروا في الأسواق كمحاولة للإذلال. وفما مصادر تقول إنه مئات الرؤوس من الفرسان الوسالتية المقطوعة هزوهم لقصر البي باش يتهنى نهائيا. التشتيت هذا هو الثاني والنهائي لجبل وسلات، لأنه التشتيت الأول صار عام 1728 في الحرب الباشية الحسينية. ملخص الحرب هذه هو أن الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية يحرم ولد خوه علي من ولاية العهد بعد ما ربي رزقه ب4 أولاد، وأعطاه لقب الباشا. علي باشا ما عجبوش الموقف وقرر أنه يثور على عمه، يهرب لجبل وسلات ويحتمي عندهم. أهل جبل وسلات كانوا رافضين سياسة البي في الجباية، وهذاك علاش قبلوا علي باشا وقرروا أنهم يقفوا معه. حسين بن علي يجيب جيش جرار ويحاصر جبل وسلات لمدة 2 شهر، ثم يجتاح الجبل ويخرب المحاصيل ويحرق الأشجار ويشتت أهل وسلات ويهبطهم من الجبل. علي باشا ينجح باش يهرب للجزائر ويقعد غادي حتى عام 1735 يتحالف مع داي الجزائر ويرجع لتونس بجيش جرار، يقتل عمه ويتنصب بايع على تونس. أبناء الحسين بن علي يهربوا للجزائر ويقعدوا غادي 20 سنة يتحالفوا مع داي الجزائر مرة أخرى ويهجموا على تونس بجيش جرار ويقتحموا العاصمة ويفكوا السلطة. أبناء علي باشا يونس وولده اسماعيل يحتميون بالجبل مرة أخرى ويحاولوا يحاربوا البي جديد، لكن كما حكينا في البداية تتم محاصرة الجبل لمدة 3 سنوات
ويتم إنهاء المسألة نهائيا سنة 1762. هذا شنو يصير؟ وقت اللي العبث والتكالب على السلطة ما يكونلوش حدود، وقت اللي تكون السلطة مستعدة تضحي بشعبها من أجل الحفاظ على علمها الوردي. ربي يحفظنا من الفتن. اللي حب أكثر معلومات دقيقة على عملية الشتات ننصحكم بكتاب قيم اسمه شتات أهل وسلات للمؤرخ عبد الواحد المقني. في الأخير تحية لكل أحفاد جبل وسلات في تونس، في الجزائر، وفي كل أرجاء العالم، وإن شاء الله ربي يلم الشمل.